التونسي الفنانة القديرة سلوى محمد. سيدة سلوى، مرحبا بك في حلقة جديدة من بودكاست عن حسيني. شكرا على الاستضافة، أنا أسعد بوجودي بيناتكم. إن شاء الله نعدي وقت حلو، وإن شاء الله السادة المتفرجين يستمتعوا معنا. بارك الله فيك. الحقيقة اليوم إنسان كي يطلع في مسيرتك الفنية اللي هي تمتد إلى 5 عقود، الحقيقة يلقى صعوبة في اختيار أهم المراحل، لأنه حقيقة 50 سنة كانت 50 سنة ثرية وفيها تنوع. اليوم هل السيدة سلوى محمد مؤكد ثم جذور للعمل الفني اللي هي من بعد احترفت فيه؟ نحب نعرف اليوم سيدة سلوى طفولتك معناها شنو اللي هزك للفن؟ في الحقيقة من الأول ما كنتش باش نتبع الفن هنا. بدأ الغرام متاعي طبعا كيما الناس الكل من الليسي. كنا نهار الجمعة يجينا أستاذ متاع موسيقى، ونهار السبت يجينا أستاذ متاع تمثيل. وبالطبيعة بديت نواة في المعهد متاعي، عملوا فرقة وكنا نشاركوا فيها في بين المعاهد. قبل كنت نحب نكون أستاذة متاع سبور ولا أستاذة متاع إنجليزية، لأني كنت شامبيون في لونسمون دو بوا فيتاسي سوتو لاغور، معنا شامبيون ريجيونال متاع ولاية بنزرت. لكن وقت اللي شاركنا مع الليسي متاعي في بين المعاهد تحصلنا على الجائزة الأولى في دار الثقافة ابن رشيق، وتسلمنا الجائزة من عند المرحوم الله يرحمه سي شادي القريبي وما أدراك، وزير الثقافة الأسبق. ومن غاديك جيفيغي بدلت الطريق، وليت قلت نحب نولي ممثل. التحقت بالفرقة كانوا باش يكونوها في ولاية بنزرت. سي الهادي البكوش الله يرحمه كان الوالي، حب يعمل فرقة محترفة لأن ما كانتش فما برشا فرق محترفة بخلاف فرقة علي بن عياد الله يرحمه، وكانت فرقة في صفاقس مع جميل الجودي، وفي بنزرت حبوا يعملوا فرقة. جانا سي عبد المطلب الزعزاع الله يرحمه، وبدينا نكونوا في النواة متاع فرقة في ريجيونال تابعة لولاية صفاقس. في الأثناء أنا كنت نعمل في الملوف في نادي خميس الترنان، على طريق الحكاية هذية أنا وصلت باش نمشي لقصر الرئيس في المستير، نقدموا ولاية بنزرت تقدم الملوف، نمشي مع النادي متاعي. من غاديك تغرمت، وليت ديما موجودة في بنزرت، وطبعا السيد الوالي ديما معنا كما تعرفوا الناس الكل. وقت اللي تشارك الولاية فأنه الوالي والناس المسؤولين الكل يبدأوا معنا. من غاديك جميل الجودي قال لي علاش ما توليش ممثلة؟ قلت له كيفاه؟ قال لي احنا عندنا فرقة محترفة ديجا في صفاقس وناقصين العنصر النسائي، علاش ما تمشيش تولي تمثل معايا؟ قلت له حتى نشاور عائلتي. أنا واحد شاورت بابا وامي بنيتي، قال لي باش تمشي حتى لصفاقس كيفاه؟ قال لي كونديسيون تهز خوك معاك. قلت له مش مشكل، تو نقول لهم. كلمتهم قلت لهم نجم راني نجي لصفاقس اكونديسيون باش نجيب خويا معاي. قالوا لي مسايس خويا اصغر مني ب4 سنين، خميس الله يرحمه توفى. مشيت انا وخويا. سي جميل الجودي عطاني ورقه مكتوب فيها مقهى برازيليا، عذرا على الببليسيتي. هبطل تونس نفركس وين قهوه البرازيليا، وصلوني ليها. نلقى يستناو كيفي حليمة داود وسي الهادي داود الله يرحمه، ودلندا الغربي وسي محمد الغربي، دو كوبل. النساء فنانات ورجال ممثلين كيف. شكون تفركس؟ قلت له في جميل الجودي. قالوا لي احنا زاد نستناو فيه. ابا قالوا له قعد بحذانا، قعدنا بحذاهم. من بعد جانا واحد مشى خذانا دي لواش وطلعنا لصفاقس. غاديك وصلنا كراول الاستوديو بجنب الاذاعه انا وخويا، وهما خذوا لهم ديار
يسكنوا فيهم حليمة داود ورجلها اللي نشكرهم، خاطر الأيامات الأولانية قبلوني في دارهم، حليمة داود والهادي داود، لو طون اللي حضروا لي استديو أنا وخويا. وانطلقنا من غادي في الفرقة نتاع صفاقس اللي عديت فيها قرابة 6 سنين. بعد سي جميل الجودي جانا سي عبد اللطيف بن جدو، سي عبد اللطيف بن جدو الله يرحمه، ما شاء الله عليه، زاد كيف الله يرحمهم الكل. ومن بعد كيما الفنانين الكل ديما نطمحوا لوجودنا في العاصمة، لأن العاصمة فيها أكثر فرص، خاصة وأنه كانت فما بوكو دو برودكسيون اي دي كو برودكسيون، فما فرق تجي من برا، فما دي سينياس يجوا من برا يصوروا الأفلام في تونس، دونك ياخذوا الممثلين من تونس. المرحلة اللي عديتها في صفاقس مع سي جميل الجودي، محمد جميل الجودي الفنان القدير الله يرحمه، ولا سي عبد اللطيف، شنو تنجم تحكي لنا على الأعمال اللي المسرحيات اللي خدمتوهم، مشاركات في مهرجانات جهوية وطنية، معناها مؤكد اللي كانت مرحلة ثرية اللي انت استفدت منها. صحيح طبعا، لكن أنا وقتها كنت نتعلم أكثر مني نعطي، نتفرج ونتعلم قدامي ناس كبارات كما سيدة حليمة داود ربي فضلها، كما سي الهادي داود، كما دالندا الغربي زاد ممثلة كبيرة، كان معانا واحد اسمه سي حبيب زاد ممثل عبقري صفاقسي، عامر الهروسي، لقيت ممثلين كبار برشا بالنسبة لي أنا، دونك قعدت ناخذ منهم وديبيو. ومن بعد بدأ سي جميل الجودي وزعني في رواية اسمها رابح زمي ملحومة، ومن بعد عملنا بينولوبي. هذوما الروايات الزوز اللي قدمتهم ضمن فرقة صفاقس. وبعد كما قلت لك حبيت نقرب للعاصمة طمعا في السينما، خاطر فما بكودو برودكسيون، قلت غاديك أنا نلقى فرصتي أحسن، وكنت نطمح باش نمشي لهوليود ضربة واحدة. والحقيقة ملامحك وتسمح لك باش تكون في أعتى استديوهات السينما في العالم الكل يا ناس. صحيح، على خاطر كانوا دائما يقولوا لي انت كان تمشي لهوليود تعمل عده ادوار، يقولوا تشوفي برازيليان، تشوفي افريكان، تشوفي زايغواز، معناها سمرة وعينيها خضر، تنجم تعمل برشا شخصيات.